أهلا وسهلا بأغلى عيلة. معاكم أمل من قناة دفا البيت اسكندرانية في الريف. والنهاردة أنا هتحداكم، هخليكم تنسوا أي وصفة للمسقعة جربتوها قبل كده. ويلا بينا، لو أول مرة تشوفوا قناتي أو شفتوها قبل كده ياريت المتابعة وياريت اللايك. اوعوا تنسوني أبدا في اللايك عشان يوصلكم كل جديد وعيلتنا تكبر مع بعض. وأول حاجة هنعملها في تركاتنا للمسقعة بتاعتنا، هنقطع البتنجان. ممكن ما تقشروهوش، أنا بحب أقشره كده مخطط كده. أولا بيديني هداوة في الطعم، وده برضو سر جميل وشكل جميل. وتقطعوا الخرط تخينة شوية على قد ما تقدروا تخنوها عشان ما تعملش حموضة وتشرب زيت كتير. ما بيبقى رهيف بيبقى شارب زيت كتير. وتنقعوه في بولة فيها مية وملح، وده شرط أساسي. مية وملح كده مش هيشرب زيت. حطوا زيت زي ما انتوا عايزين في الطاسة واسمعوا الصوت. شايفين الصوت؟ ايوه، الاكل ليه صوت. سامعين الصوت دي اجمل صوت. ده من الاصوات بقى اللي هيخلي اكلتنا حتة من الجنة. طول ما الاكل بيتكلم، طول ما الاكل بيتدفى حوالينا وبيدينا صوت، طول ما الاكل بيبقى جميل. واحنا بنطلع البتنجان نتكى كده عليه شوية عشان نصفي الزيت. كل ما يبقاش فيه زيت كل مش هيبقى فيه حموضة، مش هتلاقوا طعمه بتنجان ابدا. هتلاقوا طعم حاجة كده واو، حاجة كده جميلة، بيتحول من البتنجان لحاجة تانية خالص. طول عمري متعودة على المسقعة اللي هي بالصلصة، بس دايما زمان الناس بتعمل بالبشاميل، كله بيعمل بالبشاميل. انا كنت بعملها بالصلصة. كان عندي شوشو مش بتحب المسقعة قوي، فاختي قالت لي جربي اعمليها بالبشاميل. عملتها طلعت روعة، وكل يوم ابتكر فيها بقى. كده قليناه وحطيناه في طبق وشلناه على جنب. البصلة بتاعتي انا عندي حتة لحمة والله اقل من ربع كيلو، كنت واخداها من بعمل لحمة بالخضار، خدت حتة على جنب 8 كيلو كده. جبت بصلتين حلوين، كترت بصل عشان تكتر معايا، شوح كده شوية في السمنة، رحت حاطة عليه اللحمة بتاعتي. شوف دلوقتي البصل هياخد طعم اللحمة وريحتها وهيبقى حاجة جنان. اللحمة اتشوحت معايا، بحضر لها فلفل اخضر قرنين 3، لو في فلفل الوان ماشي يا سلام، بس ما كانش فيه الا قرن واحد. ولو جزرة مبشورة واو اروع كمان. ما كانش عندي برضو جزر، بس في جزر مبشور بتحبوا تعملوه ابشروا واحدة. وطماطمية مبشورة واحط عليها، وبهارات بقى ملح وفلفل اسمر، دول اساسي. ممكن تحط بهارات لحمة مش مشكلة، المهم الاساسي الفلفل الاسمر والملح. واخليها على جنب تبرد. ونرجع بقى لصينيتنا الجميلة. بصوا رصاه ازاي. الرصة كمان فيها سر، بلاش تزنقوا البتنجان قوي جنب بعضه ويبقى تقيل. خلوا الرصة خفيفة كده، بيبقى أطعم وخفيف وهش زي غزل البنات، حاجة كده هشة، أو زي ما بيقولوا عليها فقش كده، حاجة جميلة. شوفوا بقى الجمال، شوفوا الجمال. وهرص بقى الطبقة من فوق. شوفوا الحلاوة. الأكلة دي والله بتدفي وهتنسيكوا أي غربة. لو حد عايز يتدفى كده وينسى أي غربة يبقى الفيديو ده ليه يا جماعة. شوفوا الجمال. رصيت اللحمة كأنها نص كيلو لحمة، وهي أقل خالص من ربع، تقريبا 800 جرام معرفش، بس كترت بقى بالبصل. وبعدين الأولاد حابينها، داخلين عليا طالعين ايه الريحة الجميلة دي يا ماما. بصوا عطوني سعادة وانا بعملها. ده اللي خلى الأكلة ليها طعم تاني، ليها فرحة في البيت حتى لو بتنجان وبأقل التكاليف. شوف بترصوا كده جنب بعض، ما تزنقوش. وجيت على النار وعلى الطاسة بتاعتي الجميلة 3 معالق سمنة، 3 معالق دقيق. أنا بعمل البشاميل من غير مقادير، وما بحبش أعمل المسقعة اللي بالصلصة وعليها بشاميل، بتبقى طعمها مش حلو. إنما أنا بعملها يا مسقعة بالصلصة سادة يا بشاميل سادة. 3 معالق دقيق، وبعملها كده من غير مقادير. اتعلموا تعملوها من غير مقادير كده، ايدكم هي الميزان. حمرت الدقيق، ولما ريحة الدقيق تطلع منه ويبقى ليه ريحة كده تحميرة جميلة، ما يتحرقش، يبقى لونه ذهبي فاتح كده جميل. او ايدكم فيه على طول اول باول. بصوا كده خلاص بقى ذهبي معانا فاتح اللبن. سامعين الصوت؟ الصوت ده هو سر نجاح اي طبخة. تلاقوا الصوت ده مع ريحة البخار دي دفى والله. ده لبن، وعلى فكرة مش لبن خالص، انتوا ممكن تحطوا لبن خالص. انا بحط لبن على مية، بغش اللبن. ما كانش عندي الا حبة،
وخليت حبه تانيين في الكسرونه عايزه اعمل بيهم حاجه حلوه للاولاد، فزودته بقى ميه وحطيت له ايه حبه بهارات وايه مكعب او نص مكعب مرقه. عندكم مرقه ويلز جميله بتدي حاجه وريحه جميله قوي في البشاميل، واملحه تمليحه هاديه عشان ما يحدقش قوي في البتنجان. اهو ايديا في التقليب لقيته لسه تخين وعايز عامل زي المهلبيه كده، ازوده شويه يبقى صلصه، لا هو تقيل ولا هو خفيف ميه. ورصيته بقى جبت على وش الصينيه. بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال. قلبي الصغير لا يحتمل. افرده كده بالراحه واساوي بالراحه واحاول اوقعه تحت. انا عامله فراغات في البتنجان، مش رصاه مكتماه، لا موسعه شويه، فالبشاميل اللي هينزل في وسط الفراغات دي هيخليه بقى ايه جوسي كده وجميل ولذيذ. اكله هاديه وجميله جميله جميله جميله. انا كنت تعبانه والله، بس الاولاد كانوا نفسهم فيها، قمت وانا تعبانه، ويمكن ده السر برضو اللي خلاها جميله، لان احنا عملناها بحب، عايزينهم ينبسطوا وعايزينهم ياكلوا. كانت طالعه غير اي مره في حياتي. بس بقى تهزوها كده عشان البشاميل ينزل في كل حته فيها. وعلى الفرن، فرن غاز هنوسطنه خالص ونهدي من تحت، هي اصلا مستويه. فرن البوتاجاز هخليه برضو نار وسط، وافتح له الشوايه. شوفوا الجمال، كانت كلها تحابيش النهارده. الراعي الرسمي كانت المسقعه، وده فول بقى طاجن فول بالبيض، كان روعه، كان روعه روعه. عملت لهم عجه بطاطس جنبها، والرقاق اللي انا كنت خبزاه. شوف ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. لو وصلتوا لهنا يا ريت تصلوا على النبي وتعملوا لايك لاختكم وتكتبوا لي في التعليقات لو عجبكم الطريقه او عايزين طريقه تانية عرفوني. ولو في حاجه واقتراحات في قناتنا قولولي.